صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير والفل عليكم يا رب. احنا لسه صاحيين اهو. قلت بقى ايه، ما اطلع كيس فول كده كان عندي، قلت عشان نفطر. انا جوزي هنا يكونوا تعبان شويه فقاعد في الشغل، والولاد تعبان برضو، واخدين دور جامد برد فقاعدين برضو من الحضانه. فقلت بقى ايه، افطرهم بقى شويه فول كده. وهنا ايه، عملت حته حمرا اصليه كده ايه بفصين توم. بما اني مفيش زيت، والله ما عندي ريحه الزيت. قلت والله ما عندي حتى نقطه زيت. ازازه الزيت ب65 جنيه. يعني نجيب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ قلت استنى لحد اول الشهر وخلاص اما نصرف التموين. وكوكو هانم قاعده هنا اهي، تعبانه خالص. شوف منظرها عامل ازاي، والله تعبانه يعني خالص. شوف العلاج قد ايه اللي انا عماله اديله. رجعت تاني جبت لها العلاج اللي كل الدكتور كاتبه لها. قلت بقى على الغدا ايه، طلعت لهم دبوسين اهو للولاد، كل واحد ايه دبوس. وانا عطلني ايه شويه لوبيا اهو. شويه لوبيا وعلى الدبوسين، حط مرق الدجاج عليهم وخلاص. هنعمل ايه، لازم نمشي الدنيا عشان الدنيا تعدي. هنعمل ايه، ربنا بس يعدي الايام دي على خير. لان في ناس كتير قعدت من الشغل، ناس كتير مصالحها وقفت وقاعدين من الشغل، واصحاب الشغل قفلوا المشاغل ومش عارفه ايه، والدنيا ايه واقفه. ربنا يعدي الايام دي على خير، ربنا يعدي الايام دي على خير يا رب. وده كان بقى افطارنا النهارده، حاجه على قد كده. بطاطس وفصين توم كده وفلفل وبتاع طبق فول وحته جبنه وحبه طاقه مخيرايه على طماطمتين وعيش اهو سخنته عشان هناكل دلوقتي بقى. في الوقت ده بقى ايه، قلت بقى مولع على كوبايه شاي اشربها، ولا على ميه علشان ايه احط الفراخ بتاع الولاد اصلا. والبتاع البسله اللوبيا لسه نقعه اهي، يعني هي بدات تعمل شويه. يلا الحمد لله على كل حال، واشوفكم باذن الله كمان شويه. وهنا بقى ولعت على الدبوسين هنا اهو، بصلايه وورق لورا وشويه زعتر وشويه فلفل اسمر اهو. ولعت عليهم هنا اهو. وكان عندي شويه رز بايتين سخنتهم اهو، قلت عشان بس ما يبوظوش. في الوقت ده بقى ايه، قلت اولع على اللوبيا اسلقها هنا اهي. ولعت عليها عشان اسلقها. الفراخ هنا خلاص، يعني هي داخله على السوا، حطيت لها شويه الملح خلاص. هطفي عليها بقى عشان هي كده استوت اهي. هي استوت بقى كده خلاص، حطيت لهم شويه ملح خلاص. وقشرت الثوم. قشرت الثوم، نعم يا حمى حبيبي. لا الماء نشوف قد ايه. وقشرت كام فص ثوم اهم. هاتي هاتي يا عمر، هاتي يا عمر، هاتي الطماطم ده يا عمر، جيب لي كيس الطماطم. وهنا بقى الدبابيس استوت هنا خالص اهي، طلعتها اهي، استوت خالص اهي. بصوا، طبعا احط للولاد ايه شويه رز على شوربه كده قبل، عشان لسه ما عملتش اللوبيا. قلت بقى احط لهم شويه ايه رز على شوربه كده ياكلوا، يعملوا بالبرد اللي عندهم دول شويه. نشوف هياكلوا ولا هيعملوا ايه. ما عادش بياكلوا اصلا والله زي الاول، ما عادش بياكلوا خالص. وهنا بقى قلت ايه اقلل اللوبيا اهو. عملت بصلايه وحبه سمنه اهو، قطعتها اهو. حطيت السمنه وطحنا، كنت بحمر الفراخ للولاد والله ما كلوها. بص اهو، بقيت الفراخ بتاعهم اهو، ما كلوهاش. كل واحد يا دوب خد حته وبقيت اهي. هعملها بس شويه، وبعد كده ايه انزل بالثوم. نعم يا كوكو كده. هنا بقى البصليه عملت ايه، استوت شويه. هنزل عليها بقى ايه بالطماطم. رز اهو،
على شويه اللوبيا اللي عملتها دلوقتي، وطلعت حتتين مخلل اهو زي ما انتم شايفين. هناكل انا وجوزي عشان ولادي كانوا واكلين شوربه ورز، طبعا مش هياكلوا. اهو عملت شويه اللوبيا حاجه كده على القد يعني. الحمد لله يا رب على كل حال، الحمد لله. الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير، الحمد لله نحمد ربنا على كل حال وعلى الاكل والشرب، الحمد لله. الحمد لله يا رب، اهم حاجه اولادنا وصحه اولادنا، الحمد لله على كل حال. وده كان يومنا النهارده، واشوفكم باذن الله على خير، مع السلامه. يا ريت بس نشترك في القناه بالله عليكم ونفعل الجرس بالله عليكم يعني. يا ريت بس تشتركوا في القناه بجد، واشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.